90% من الطلبة بيقضوا أكتر من 5 ساعات في المذاكرة يوميا، وبرضه بيخرجوا من الامتحان وهم حاسين إنهم ما عملوش حاجة. الغريب إن 10% اللي بيجيبوا أعلى الدرجات بيذاكروا أقل. السر مش في عدد الساعات، السر في الطريقة. وأنا كنت من 90% دي لحد ما فهمت اللعبة. أول حاجة تقسيم الوقت. المخ يا سيدي بيبدأ بتركيز عالي جدا في أول نص ساعة، وبعد كده بينزل تدريجي زي بطارية الموبايل. عشان كده في قاعدة بسيطة، هي إنك تذاكر من 25 دقيقة ل 30 دقيقة، وبعدين ترتاح من 5 ل 10 دقايق. بس الراحة دي ما تمسكش فيها الموبايل وتدخل في الثقب الأسود بتاع فيسبوك وإنستجرام، وبعدين تخرج بعد ساعتين ندمان على اللي ضيعته. قوم اتمشى، اعمل المشروب اللي بتحبه، اعمل أي حاجة ما فيهاش تركيز ومجهود لدماغك. التقنية دي اسمها البومودورو، وكنا عملنا عنها فيديو مخصوص لوحدها. أنصحك تروح تشوفه بعد الفيديو ده، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. تاني حاجة المكان المقدس. المخ بيربط كل مكان بحاجة معينة. لو ذاكرت على السرير دماغك تقول وقت النوم، لو ذاكرت على السفرة تقول لك فين الأكل، ولو ذاكرت في الصالة تقول لك خلاص شغل التلفزيون. فالحل إنك تختار مكان ثابت ومخصص للمذاكرة بس. ما تلعبش عليها، ما تاكلش عليها، ما تمسكش الموبايل عليها. خليه المكان المقدس بتاع المذاكرة. دماغ بعد كذا يوم أول ما تقعد هناك هتدخل في مود المذاكرة على طول. المخ بيحب العادات، فخليه يتبرمج على إن المكان ده بتاع المذاكرة. ثالث حاجة التعلم الفعال. قبل ما تحضر أي حصة بص على الدرس اللي هتاخده بصة سريعة، اتفرج على الصور والعناوين والأسئلة علشان تولد فضول. تبقى داخل الحصة بتدور على إجابة مش كلام وخلاص. وده الفرق بين إنك تحفظ حقائق وبين إنك تفهم مفاهيم. الحقائق زي القوانين والتعريفات دي لازم تتقال زي ما هي، بس لازم برضو تفهمها علشان تعرف تحفظها. لما بتفهم ليه الحاجة بتحصل المعلومة بتثبت. ولو عايز تزود الفهم اشرح بصوت عالي، اتكلم مع نفسك كأنك بتشرح لحد. المخ بيخزن المعلومة أسرع لما يسمعك بتقولها مش بس بتقراها. رابع حاجة الشرح للآخرين. أفضل طريقة تتعلم بها أي حاجة هي إنك تشرحها لحد تاني. جرب كده تفهم الدرس واشرحه لأصحابك، تحس إنك فهمته أكتر. خامس حاجة المذاكرة في مجموعة. المذاكرة في جروب مش دايما فوضى لو اتعاملت صح. مكان لازم يكون هادي زي مكتبة مثلا، كل واحد بيشرح للتاني، اللي مش فاهم بيسمع واللي فاهم بيشرح. الغريب إن اللي بيشرح بيتعلم أكتر من اللي بيسمع. سادس حاجة فن الاستذكار. عارف اللي بنسميه الحيل الذكية؟ هو ده. في طرق بتخلي المعلومة تثبت في دماغك كأنك غرزتها بمسمار، زي إنك تربط المعلومة بحاجة قريبة منك، أو تستخدم اختصارات بالحروف الأولى، أو تكون جمل فيها إيقاع أو قافية، أو تربط الحاجة اللي بتذاكرها بحاجة حصلت حواليك. لو قدرت تحول المعلومة لمشهد في دماغك مش هتنساها خالص. سابع حاجة النوم. في ناس فاكرة إنها لو سهرت أكتر هتلحق تذاكر أكتر، بس اللي بيحصل إن دماغك بتبقى زي موبايل فصل شحن. النوم هو الوقت اللي مخك بيرتب فيه المعلومات، بيصنفها ويحطها في الذاكرة الطويلة. نام من 7 ل8 ساعات عشان فعلا تستفيد من كل دقيقة ذاكرتها. وتامن حاجة الدافع والرغبة. كل ده ملوش أي لازمة لو أنت مش عارف أنت بتذاكر ليه، يعني إيه هدفك. لما الهدف يبقى واضح المذاكرة هيبقى لها طعم تاني خالص. وبس كده يا صاحبي، ما تنساش تشوف فيديو البومودورو اللي سايب لك اللينك بتاعه في الوصف. سلام.